تعرفوا اللي فما حاجات إذا دخلوا لحياة الراجل وإلا المرأة ينجموا يهدوا لي عيشته ويضيعوا له دينه ومروءته. اليوم باش نحكيو على مهالك الرجال ومهالك النساء. اسمعوني وركزوا معي مليح. يقولوا مهالك الرجال في ثلاث. اولا الخلوات، يعني وقت اللي تبدا وحدك ومعك تليفونك، لهنا يبان ايمانك بالحق، هل تخاف ربي وانت وحدك والا لا. ثانيا النساء، الفتنه اللي تنجم تخرج الانسان من فنيته وتخليه ينسى مبادئ في جرة نزوه. ثالثا المعاملات الماليه، الفلوس هي اللي تكشف معادن الرجال، منين جت وفين مشت، والامانه موجوده والا غلبنا الطمع. وفي المقابل فما 4 حاجات ينجموا يفسدوا حياة المرأة وبركة دارها. أولا طول اللسان، كلام خايب، سياح وقلة أدب اللي تطير المودة من الدار. 2 كثرة الشكوى، تذمر مستمر، مهما تعمل لها ديما مش عاجبها وهكا نكد يهرب بركة الرزق. ثالثا كفران العشير، انها تنسى كل حاجة باهية عملها زوجها وتجحد فضل عليها، وهذه وصانا عليها النبي صلى الله عليه وسلم باش نردوا بالنا منها. رابعا التبرج، انها توري زينتها ومفاتنها للبراني وتنسى الحياة والعفة اليوم اغلى ما تملك. القاعدة تقول من سلم منهم سلم في الدارين، يعني اللي يسلكها من هذوما يعيش مرتاح في الدنيا والآخرة. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وانتم شنو اكثر واحدة فيهم حسها قاعدة تضر في مجتمعنا اليوم؟ هذا كان مش الكل، خلونا نراكم في التعليقات لعلها تكون النصيحة تنقذ غيرك.